أنه تم اختراق الأجواء الجزائرية أمس في ما بين العاصمة تقريبا إلى تيبازا وما جاورها بمجموعة من الطائرات المسيرة، مجموعة من الطائرات المسيرة. وكانت حالة ارتباك كبيرة جدا على حساب ما فهمت من بعض إخواننا في الدفاع الجوي، وأنها طبعا بالنسبة لمرض زيطوط هذه المرة يا جماعة، إن كنتم لا تدرون أنا سأجيبكم باختصار. مرضه هذه المرة هو ذاك التقرير الأمريكي الذي يقول بأن الجزائر قوة لا يستهان بها. الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة الذي لا يمكن للكيان أن يهجم عليها أو أن يخترق أجواءها. يعني ذاك الحسد وتلك الضغينة يعني تجمعت عنده، وكاد أن ينفجر أسبوع كامل وهو يبحث عن ثغرة لكي يهاجم فيها الجزائر ويكذب ذاك التقرير. فهمت كيف؟ فأتى بهذه الكذبة. 70 سنة في عمره، 70 سنة ولا زال يكذب ويخرط. هذا الدجال الذي دائما همه الوحيد وهو تشويه صورة الجزائر. همه الوحيد وهو تشويه صورة الجزائر. قال لك أنه الدفاعات الجوية الجزائرية لم تستطيع أن تسقط الطائرات، وقال لك 15 طائرة، 15 درون مسيرة للتجسس. هذه حرب، ما هيش درونات للتجسس. 15 هي حرب 15. وحدة زوج ثلاثة معليش للتجسس، لكن 15 هذه تستعمل للحرب. هجمت على، حتى كي تهجم على دولة ما تقدرش تهجم عليها ب15 يعني. وفي نفس الوقت الدرونات الصغيرة حتى الدول العظمى تسقطها بالطائرات الحربية، اف 15 ولا اف 35 ولا سوخوي ولا مدري. هذه هي الطائرات التي تستعمل لإسقاط الدرونات الصغيرة. يعني ما نخسرش عليها أنا صاروخ تاع 100,000 دولار ولا 200,000 دولار على جال درون تاع 5,000 دولار.